تعرف إن أول خطبة في التاريخ المسجل كانت في العصر العباسي، وكانت بيسموها دلالة. كانت بتلف البيوت ومعاها دفتر فيه مواصفات العرايس والعرسان. النهاردة الدفتر ده بقى تطبيق على موبايلك، بس بدل ما تلف البيوت انت بتلف بصباعك على الشاشة. أهلا بيكم، النهاردة جايب لكم الزتونة في تطبيق إن شاء الله مسلمة فور ماريج، للزواج الإسلامي. ولو انه انت شايف الشكل يعني مش اسلامي اوي. قبل ما ندخل في التفاصيل، خليني احمسك بخمس مميزات كويسه جدا. التطبيق ده فيه فلتر شرعي محترم بيحترم خصوصيه البنات جدا، وموجه تحديدا للي عايز يتجوز مش اللي عايز يتسلى. زي ما انت شايف يعني حاجه اخر احترام. وقاعته الجماهيريه ضخمه جدا في اوروبا وشمال افريقيا بالذات يعني. وفوق دوت كل واجهته سهله ومريحه للعين. وفي اخر الفيديو دوت هقولك الخلاصة في 5 عيوب تخليك تفكر مرتين، وخمس نصايح ذهبية قبل ما تدوس تحميل. ايه هو التطبيق ده اصلا؟ بص يا سيدي، ان شاء الله مش مجرد تطبيق شات، ده منصة بتجمع المسلمين اللي بيدوروا على الحلال في كل حتة في العالم. وظيفته الحقيقية انه يكسر حاجز مش لاقي حد شبهه، خصوصا لو انت مغترب. اللي بيميزه عن تندر واخواته انه محافظ في روحه، يعني مفيش فيه هزار والتهريج بتاع تطبيقات التعارف العادية. مناسب لمين؟ مناسب للشخص الجدي اللي وقته ضيق، او المغترب اللي عايز حد من دينه وثقافته. مش مناسب نهائي اللي بيدور على خروجة سريعة أو تعارف، لأن السيستم هنا بيفقسك بسرعة. هو ميكس بين سهولة المبتدئين واحترافية الناس اللي عارفة هي عايزة ايه. طيب نستخدمه ازاي؟ أول ما تحمله هتعمل بروفايل، وهنا اللعب بقى كله. لازم تكتب بروفايل محترم، لان هنا الناس بتقرا مش بتبص على الصور. اول حاجه تعملها ادخل على اعدادات الخصوصيه وفعل تغبيش الصوره. لو مش عاي لا، ده للبنت بقى. لو مش عايزه حد يشوفك غير اللي تختاريه، الاقسام واضحه. بحث رسائل ومين شاف بروفايلك السر عشان تنجح فيه. خليك صريح في مواصفاتك من اول دقيقه. المميزات اللي بجد، اهم ميزه هي الجديه. اغلب الناس هنا دافعه اشتراك او على الاقل داخله الهدف واضح. كمان في ميزه البحث الجغرافي الدقيقة جدا، وميزة تعتيم الصور للبنات، ودي ميزة قوية جدا للمجتمع الإسلامي. طبعا انت شايف ده آخر الإسلام خالص، يعني حاجة استغفر الله العظيم. بصراحة بقى التطبيق مادي جدا. النسخة المجانية عقيمة ومحدودة لدرجة انك هتحس انك متكتف. كمان في بروفايلات وهمية او مهجورة بقالها سنين، والمطورين مش بيمسحوها عشان يكتروا العدد. والأسوأ ان الدعم الفني بطيء سحلفة. طيب التريكات والاسرار بقى، لو انت عايز توفر وقتك ادخل الاعدادات وفلتر اخر ظهور عشان ما تبعتش الناس بقالها سنه ما فتحتش. وحيله تانية، لو مش عايز تدفع اهتم جدا بصوره بروفايلك ووصفك عشان الناس هي اللي تبعت لك. ودي حاجة يعني مميزة في التريكات. اهتم جدا بس انك تقدر تكتب بيانات كتير عن نفسك، فهتقدر تفتح كلامهم بنطاق محدود. خصوصا لو البنت هي اللي بعتلك تقدر تفتح كلامها، لكن الولد بيبعت لازم يدفع. التطبيق بيستخدم اسلوب الضغط النفسي بالاشعارات. يجيلك اشعار فيه حد معجب بيك، بس عشان تشوفه لازم تشترك بريميوم. ده تلاعب واحد واضح عشان يخليك تطلع الفيزا. كمان الاشتراك بيتجدد تلقائيا لوحده، لو مشيت وما لغيتوش هيسحب منك فلوس وانت نايم. والاشتراك بتاعه غالي، بيوصل ل 1800 جنيه في الشهر الواحد. للأسف في نصابين بيدخلوا بروفايلات وهمية يمثلوا الحب والالتزام عشان يسحبوا فلوس أو بيانات من الطرف التاني. خلي بالك أي حد يطلب منك فلوس أو يحولك لواتساب فورا اهرب منه. طبعا التطبيق كون ان هو ما بيمسحش البروفايلات الوهمية، فهو مستفيد منها ان هم الناس ديت بتدفع فلوس عشان التطبيق يفضل شغال، عشان يفضل في حد بيبعت لك حد بيبعت لك حد بيبعت لك. فده كده بالنسبه للتطبيق حاجه كويسه. عندك تطبيق اسمه ميوز، هو المنافس الشرس ان شاء الله، اقوى في فرنسا والمغرب العربي. لكن ميوز احدث تقنيا واسرع لو انت في اوروبا، ويكسب كمان لو انت في مصر. لو انت ناوي فعلا تتجوز ومستعد تدفع اشتراك شهري عشان تنجز، يستحق. لو دخل تسلى وتضيع وقت، لا ما يستحقش. اكتر تعليق عليه لايكات. هو التطبيق فكرته ممتازه، لكن الاشتراك غالي جدا، والنسخه المجانيه لا تسمح لك حتى بالرد على التحيه. اشعر ان المطورين يهتمون بالمال اكتر من تزويج الشباب. هو المطور عايز ايه منك اساسا غير فلوسك؟ مش هيفرق معاه ان تتجوز ولا ما تتجوزش. تعليق تاني بيقول لك وجدت شريك حياتي هنا بعد شهرين من البحث الجدي. تطبيق يحتاج صبر وفلتره للمحتلين. تعليق سلبي بقى بيقول لك انتبهوا من التجديد التلقائي، سحبوا مني من حسابي 30 يورو دون اذن بعد انتهاء الشهر الاول. لو كنت تعرف اي حاجه عن التطبيق او عارف اي حاجه عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، او عندك معلومه وعايز تقولها، اكتبها لي في الكومنتات تحت وانا هثبت تعليقك عشان الكل يستفيد من رايك. سلام.